المنظم للملتقى. شكرا لحضور سعادة الوزير. مرحبا بك في الدول الاسكندنافية. فرحانين طبعا بوجودك وفرحانين ان مشاركة الحكومة المغربية بهذا الزخم هذا، لانه اليوم احنا في لقاء معك، ومن بعد يومين غادي نشوفوا ايضا وزير الجالية غادي يكون عندنا في السويد. يعني مزيان، يعني كنشوفوا بان هذه التفاته ممتازه جدا. مريم مزواق رئيسه جمعيه المراه المغربيه واتحاد النساء المهاجرات. عندي ماشي فقط سؤال ولكن غير واحد التعليق بسيط. قبل ما تجيو سعاده الوزير كانت واحد الاسئله، واحد نص ساعه تقريبا، واحد الحماس ولا واحد الانفجار ولا بغيتي تقول ديال المغاربه العالم ولا المهاجرين بشكل خاص. يعني وجودنا حنا، موقعنا حنا في المشاركه تاع التنميه داخل البلاد، هذا الشيء اللي صرتي كله ممتاز جدا. وهذه الهندسه الجديده اللي كتحكيو عليها، يعني برافو، تحيه كبيره للمواطن او الشعب المغربي داخل البلاد، لانه كيمر بواحد اللحظه تاريخيه حساسه جدا، ومع ذلك كاينه انجازات كبيره جدا. بكل صراحه تحيه. ولكن نحن ايضا عندنا دائما، عمرنا ما كنا غايبين عن المشاركه. دائما اي مغربي يحمل حقيبته وخرج خارج بلده، الا كما قالت الاخت ماشي فقط كيحب البلاد، كيزيد يتضاعف الحب. كنحبوا الحجر والتراب والجبال وكل ما كيربطنا من ديك البلد، بمعنى انه حنايا المساهمه ديالنا مساهمه كبيره اقتصاديا، ولكن مشاركتنا ضعيفه. يلا كنا كنسولوا على المجلس يعني محطوط تماك، ما كاين حتى شي دور حتى شي حاجه. بغيت غير نعرف كيفاش حنا ممكن نتعاملوا. دابا مزيان كاين وزير ديال العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهذه غير هذا العنوان هذا حنايا شفناه في هذه الدول هذه، عشنا مع هاد الناس هادو، هما اللي شفنا معاهم. دابا هادشي كاين في المغرب، ما المطلوب منا؟ واش غادي يتم يعني عاود ثاني مره ثانيه يلا مثلا شي حد اللي كيعرف الوزير ولا اللي كيعرف شي حد ولا هذا هو اللي غيكون بهذه العلاقات القديمه، او لا المطلوب منا انه يعني شكرا. لو سمحت الاخ، ذكرتني في الخطابات التي كانت تدرج في الستينات والسبعينات، مشروع الخماس ومشروع الخماس كذا وكذا، سوف نعمل البلاد في تقدم وكذا، لانه كان المغرب في صفوف الدولة مثلا السود كوريا، السود كوريا او كوريا الجنوبيه او ماليزيا او اندونيسيا او كذا، كان هذا المغرب في صفوفه. وننظر الان ماذا حصل للمغرب ولهذه الدول. اما فيما يخص سيادتك تنتمي الى هذا الحزب، حزب العداله، الا تعتقد انكم جئتم الان للحكومه كورقه لكي يلعب بكم النظام على اساس تاخير او سحب الورقه سحب البساط من تحت، او نقولوا الحركه اللي هي 20 فبراير اللي ذكرتها كزلزال في المغرب وكذا. الا تعتقد انها وجدت الان او زيارتكم المكوكه حاليا الى الدول الغربيه او الى الدول الامريكيه او كندا لتستقطبوا اولئك المنظرين، ومنهم دكاتره وديزانجينيور وعديد من الخبراء، في حين انهم قدموا اعمال جيده في هذه الدول، والان تريدون ان تستقطبهم بدخولهم الى المغرب لسلب البساط من تحتهم حتى لا يزودون المعلومات بمعلومات اخرى للمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ حبيب شوباني، مرحبا بك
بين اظهر الاخوان ديالك في السويد وفي الدنمارك وفي اوروبا. التدخل ديالي غيقتصر على نقطتين. النقطه الاولى هو حق الانتخاب. عندما اسال اخواني هل صوتتم؟ كيقولوا لي لا، حتى واحد ما كيصوت. بمعنى ضروري من تسجيل هذه النقطه في اطار الدستور الجديد. هناك قانون كلي كينظم الحق نتاع التصويت نتاع الجاليه، وبالتالي هذا القانون ما نفعلش بشكل معقول. لا سولت الاخوان واش كيصوتوا، غيقولوا لي لا، الاغلبيه ما كيصوتش، وبالتالي هذا حرام، هذا حق. خص الانسان يصوت على الحزب اللي كيشوفه من طبيعه الحال عنده برنامج معقول وعنده برنامج كيحترم السنه الكونيه اللي جا في الكلام ديالك. وهذه نقطه نتاع حق الانتخاب. اي الجاليه دابا بغات تدخل العمل السياسي لكن عن طريق الحقوق ديالها، هذا حق. كيف تكلم الاخ الا كيتكلم على تعزيز الديمقراطيه كونوا على يقين، وهذا قول حتى الاخوان في الحكومه. اذا ما كانش تعزيز، وهذا الشيء راه سمعنا الاخ منذ 50 سنه على ان المغرب كيمر من فوره، كل ما جات اي حكومه كتقول هذا الامور، وحنايا في اطار الصراحه اللي باش بدينا. كل ما اي حكومه جات كتقول نمر، انا ما غنصلش الحكومه اللي جا من منعطفات جد حساسه، وانا متفق معاك كنمروا من منعطف اللي ماشي سهل ومسؤوليه جسيمه. لكن الله يجازيك بخير اذا ما سجل اول شيء هو حق الانتخاب. اي السفارات اللي عندنا هنايا يتحركوا ويحسوا اي التحسيس، عمليه التحسيس باش ينتخبوا، باش الجاليه تنتخب. فكنعتقد الجاليه ما كتنتخبش. واش متفقين معايا الاخوان؟ هذا حق الانتخاب. هذا عندي النقطه الثانيه هي مهمه جدا لا تقل اهميه عن الاخرى. وكتجي التعزيز تعزيز الوحده الترابيه والنجاح في الاهانات نتاع المستقبل، ودويتي على المجتمع المدني. وانتم راكم حكومه، خلينا نتكلم، هذه مهمه جدا. انتم حاليا حكومه، كنتم في المعارضه، وحنا كننتميو بطبيعه الحال للمدرسه تاع الاصلاح والتجديد، وكننتميو لهذه الامور الحمد لله، ونعرف القصد ديالكم. كنتوا في المعارضه، دابا انتم في الحكومه. ما تلوحوش التراب المجتمع المدني. المجتمع المدني ما عندوش من طبيعه الحال ميزانيه. المجتمع المدني هو مكون من افراد، والحكومه عندها ميزانيه، وبالتالي هي اللي خصها، لا غير نكمل، وبالتالي الحكومه هي اللي خصها تعاون المجتمع المدني، لان هي اللي عندها دستور النص، والنص في الواقع ضروري خصو يتفعل. راك عارف الاخ شويه يتصل. وشكرا. بسم الله، السلام عليكم الحضور. السيد الوزير، الاول قبل ما نجي كان الاخ عمر قال يجب ان نحافظ على الهويه ديال اولادنا وبناتنا. فعندنا جاليه هنا في مالمو، يعني منطقه قريبه من الدنمارك، مالمو وهيسنبورغ، والمناطق يعني جهه السكونه فيها جاليه لا باس بها. ولما يقولوا الغرض ديال الشؤون القنصليه كيمشيو حتى ستوكهولم 800 كيلومتر. الاخوان الشركه يعرفوا كيمشيو 800، ولما ينزلوا في الطياره بين المطار مع السفاره 35 كيلومتر تقريبا. كينزلوا كيمشيو ثاني مشقه باش يصوبوا الوراق ديالهم تما، ومن الجواز السفر ولا البطاقه الوطنيه ملي كيجيو يرجعوا ثاني. وفي الايام ديال الخدمه، يعني راه الايام ماشي في العطله، كيشد هو خدام كيشد يوم العطله ويمشي باش يصور الوثائق ديالو. ملي يجي يعاود ثاني يتصل بالسفاره في ستوكهولم واش جات ديك البطاقه ولا والجواز السفر. خصو ثاني يمشي لانه ممنوع يسلو، خصو ثاني يتحمل ديك المشقه ديال السفر. وهذا السيد الوزير حنا طالبنا من الناس المسؤولين، قلنا لهم على الاقل ديروا قنصليه في مالمو، ولا كانت مكلفه غير على الاقل يزيدوا موظف السفاره 20 كيلومتر بين مع مالمو. السفاره ديال كوبنهاغن قريبه جدا، لا تبعد من هنا الى 20 كيلومتر عن المواطن. شكرا. اخ حسن، نرجو تجربه الكلام العام وروايه قصص خاصه، كلنا لنا قصص خاصه في المغرب، وكلنا لنا شكاوى يعني. السلام عليكم، السلام عليكم اخواننا اللي حاضرين، ومرحبا للوزير هنا الدنمارك. وحنا مشاركين وحنا عاونتكم.
السيد الوزير، عندي واحد 3 نقطات كلهم سريع. اولا اللي كيهمني المغرب، عندي مشاكل في النقطه ديالي في المغرب. كنسمع بان الاخ خاطرنا كيتكلم على الهويه، يعني الهويه يعني الاطفال ديالنا خصنا يعني نحافظوا عليهم ونحافظوا على الهويه الاسلاميه واللغه العربيه والدينيه وزيد يعني المسائل الثقافيه ديالنا ديال المغرب. اولا انا ولادي خلقوا هنا كيعرفوا الدنمارك، عرفوا السبيطار ديال كوبنهاغن، ما عرفوش السبيطار في طنجة. يعني النهار اللي وجدوا صغارين اللي كان عندهم المغرب عرفوا يفران ام الربيع وفاس وزيد عجبهم، بداو كيكبروا وكيعرفوا المغرب. النهار اللي وجدوا يعملوا ولادهم ومشاو للمغرب يديروا 2 أيام، السلطه المغربيه نكرتهم. كيف تصور هنا انا بنيت الدار، بيت وحده وبنيت الدار في 2007، والمقدم والقايد ما بين الساس والسرجم 30 متر، السرجم ديالو والسرجم الدار عندي بحال. وجدت الدار سكنت فيها 2007 وانا ساكن. سي حسن تجاوز داخلك. واخا نهار اللي خدات البنت غتزوج وغتاخذ الرخصه يعني الشهاده السكنه، قال لي انت انا ما كنعرفكش. السيد فطرته اكثر من 10 خطرات وخدا الفلوس مع الخوات ديالو وانا كنحفر الاساس. والنهار اللي وقت على الشهاده السكنه كيقول لي ما كنعرف ما سكنتيش 6 شهور، وانا عندي الموضوع مخلصينها 2008 ومكرني. وفي الثاني هددني قال لي اول انت كيف تعلق الدار، لان انا كنجي نخدم هنايا العقد من 5 7 اخويا خلي ما عندنا نشكي. اول خطره في الحياه ديالي عرفت الديمقراطيه والحكومه معروفه امام الشعب المغربي. اول خطره عمرك ما جعلنا وزير تكلم عنها، خلي بالك كل معاه في البرلمان الداخلي كنشوفوه غير في التلفزيون، ولكن الحقيقه خصنا ما عندنا المشكل الا الله. نعطيو فرصه. انا كنعطيو رساله اسمع، انا كنشوف السيد الوزير، انا كنبغي تحكم عندك القدام والقايد. وشوف وكاين واحد من التوفير في الجامعه في الباديه في السناده، خسرت 70 مليون باش نسكن تما باش نعمر الباديه ديالي مع الاخوان مع الجيران ومع الاخوان. والان شكرا بارك الله بشير أتمنى أن يتقيد الإخوان بموضوع اللقاء، فبالتالي احنا ما جايينش باش نطرحوا المشاكل الشخصية ديالنا. اللي عنده شي مشكل شخصي يكتب رسالة ويعطيها السيد الوزير. أنا كنشكر الإخوان اللي وجهوا لنا اللقاء، وكان نوح بالوزير اللي قبل انه يدير لقاء مفتوح مع الجاليه عوض اللقاء اللي كان يوم الثلاثاء، واللي ممكن ان تنقل هذا لزميلي في الحكومه ان اللقاء لم يكن بالشكل الذي نريد. كيف تقرؤون؟ ندخل الى الاسئله. كيف تقرؤون تعامل الحكومه مع قضايا الهجره؟ وهل لا زال حزبكم وفيا للمواقف التي تبناها حين كان في المعارضه؟ ثانيا، شخصيا لم افهم عتاب رئيس الحكومه للمعارضه في الجلسه الاخيره والتي انتقدت عدم تنزيل بنود المشاركه. جميل ان نذكر الناس بمواقفها، والمواقف تتغير مع نضج الاشخاص. لم تتفرقوا بتاتا في حملتكم الانتخابيه، وهذا كما قلته للاخ مرابط للمشاركه السياسيه، وهذا نعتبره تراجع. ماذا يقصد رئيس الحكومه حين يقول بالحق انه ياخذ ملف الجاليه بحذر، وان ملف الجاليه مرتبط بسياسه الدوله؟ ألا تعتقدون أنه آن الأوان لعقد مناظرة وطنية يشارك فيها البرلمان
والنسيج الجمعوي في الخارج والوزاره الماليه والنقابات والمجتمع المدني داخل المغرب من اجل رؤيه شامله وتهيئ مشاريع قوانين تجاه الانتماء المزدوج والهويه الثقافيه. حينما يطالب الاخ بالانتخابات فاعتقد يجب ان نطالب بالتنزيل الامثل لبنود الدستور، لاننا لازلنا لحد الساعه لا نعرف موقف الحكومه الصريح من المشاركه السياسيه. شكرا. السلام عليكم سعادة الوزير واللجنة القائمة على هذا اللقاء. مرحبا بكم في بلدكم الثاني الدنمارك، مرحبا بكم. تطرقتم لجميع وجهات سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، ولكن كما انكم تعرفون انكم في الحكومة لم تذكرون القضية التي انتم فيها الان وترشحتم من اجلها، هي قضية الصحراء المغربية. ابدا، لا انت ولا صديقك. لا انا جيت متاخر، اسمح لي اسمح لي انا اسمع لي، انا نجاوب على راسي بالك انت. سير حسن ارجوك تابع. يعمل نقطة انتظار، نقطة انتظار. يا اخوان اذا استمر هذا النقاش سنرفع الجلسة ارجوكم. لا بالفعل جيت انا مباشرة. اذا تكلمتوا في هذه المسائل وكذا انا ما كنت حاضر بكل صراحة. ولكن ساعات الوزير ما نتحدث فيها بتاتا، صح ولا لا؟ ما تحدث فيها. ولكن احنا هنا بحال كيقولوا الشرقيين عندهم مخ سميتو في شي خلقك، احنا الان في برنامج في شي قلبك، اللي عندك قول الحمد لله تحت شعار الله والله الملك، صح ولا لا؟ هذا هو الشعار. ولكن تكلمت سعادة الوزير في جميع المجالات، وكنت بكل صراحة عندك صريح، بكل صراحة، واسمح لي إذا كنت لا نبخس من عملكم أبدا، ولكن حذاري تحت الرماد لهيب، حذاري تحت الرماد لهيب. متى يكمل البنيان يوم تمامه إذا كنتم تبنيه وغيرك يهدمه. فعلا معكم الفساد، معكم الحقاد فعلا في الحكم، هذا لا أخفى ولا يخفى أي شيء على إنسان على هذه الأمور والمسائل وكذا. إذا كنتم غتصلحوا البلد من الفساد اللي هو طال تقريبا من 30 سنة من الوزارة اللي ما كنسموه في الوزارة، وكنا أنا ذاك الطلبة الصغار في الدار البيضاء واعتقلنا عدة مرات، فأنا كنخافوا نرجعوا لهذيك السنين، كنخافوا ساعات الوزير نخرجوا هذيك السنين. تشوفوا يعني إذا رأيت الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. إلا شفت كل شيء البشر كيضحك لكم والمسائل وكذا راه ماشي كل شيء بكم. نعم. 3 دقائق بس طيب ولا جاي القضية ديال هادو عقد، شفت المغاربة الجالية عقد، الحكومة عقد متأخر، ما قبل الجالية، ما الجالية عقد وفاق. المشكلة ديال المغاربة الحكومات في السبعينات هي اللي حبست الجوازات السفر على المغاربه كلهم. في واحد الوقت كانت كل عائله عندها خمسه رجال كلهم عطله بالدار. في واحد الوقت اللي كانت اوروبا في حاجه المساله لهذا الرجال هذا. تونس كانت كتدخل الدري بحال المدينه وكتعطيه مدينه كتعطيه ايميدياتمون وكتعطيه الباسبور ديالو. المغرب لا، نشوف القائد نشوف الباشا واحد. حنا صحراويين كنا كنمشيو لموريتانيا باش نمشيو سميتو باش نمشيو لفرنسا في واحد الوقت. شكرا سعادة الوزير ولهذا شكرا. أبو حذيفة. بقي 5 دقائق على الأسئلة وعندنا 7 متداخلين مسائل، فنرجوكم اختصار قدر الإمكان. إذا أردتم أن تسمعوا أنا ممكن أعطي السؤال آخر إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا يحتاج تحية تصفيق. شكرا. آخر معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا السيد الوزير. لأني مسلم فيهمني ما يدور في المغرب، ولأني أحب المغاربة فأنا موجود هنا بين المغاربة. بارك الله فيك. أنا مغربي من تونس. سأتناول نقطتين. النقطة الأولى هي الخطاب التعبوي، فنحن بحاجة إلى الخطاب التعبوي، ولكن هناك مخاطر إذا تعبأنا أو تعبينا ثم بادرنا إلى حقول العمل، نخشى أن تكون هناك عقبات، وهذه العقبات لا سمح الله قد تكون بمثابة القاصمة، فهل اتخذتم لذلك كل الأسباب؟ النقطة الثانية، تكلمت عن الرموز أو عن المراجع أو الأساسيات وسميتها 4، ولكن رغم وجود هذه الرموز ونحن في تونس لما فقدنا الرمزية عم الخراب وعمت الفوضى، فلا بد إذن من الرموز ولا بد من وجودها. ولكن سؤالي، هل تحوطتم لما قد يتناول الرموز من فساد خفي؟ هل هناك إعدادات وترتيبات لتناول ما قد ينفر الرموز؟ وإن كان أعلم أن هذا الأمر يعني، ولكن أؤكد عليه لأنه مهم جدا، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، شكرا. عندنا مغرب من المغرب. نرجو من يحضر حضور خمر مختلفة فيتنازل حتى نربح الوقت أو يقتصر على الأقل. باش نطول عليكم، مرحبا بالسعادة المسلم الدنمارك. هناك بعض الأسئلة كما طرحت. قلت بأن يعني الحكومة ولا القانون الجديد في الدستور يدعي للشراكة، يعني مش يعني ماشي الحكومة الوحدة تاخذ القرار، ولا يعني خاص لازم تكون المشاركة ما بين المعارضة والحكومة. ولكن سمعنا في الإذاعة بأن بعض الأمور أخذت الحكومة قرار أحادي، يعني ما تشاورت مع المعارضة. هذا مثلا الزيادة في البنزين، هذه وحدة. ثاني وحدة يعني الآن اللي بنشوف حنا يعني الآن في أن فاقدين الثقة من الشعب مع الحكومة والمعارضة مع الحكومة، ويعني ما عندنا ديك الثقة والتواصل ما بيناتنا يعني، وهذا هو اللي تيخلينا دائما ما نتخذش القرار، يعني نبقى محايدين، نشوفوا شنو غادي يوقع، عاد ممكن ندخلوا للميدان ولا كذا. شكرا. وهذا هو اللي تيخلينا. شكرا. أخ يونس. نحن وصلنا إلى الوقت. السلام عليكم. إن شاء الله مداخلة قصيرة جدا في صميم الموضوع بخصوص المجتمع المدني. كما ذكرتم سعادة الوزير على أن المجتمع المدني أعطيت له صلاحيات لتنزيل الدستور. إذا كان المجتمع المدني لم يمنح وسائل وأدوات لإيصال صوته كما قلتم لتبليغ الخروقات أو لتبليغ الفساد، وأقصد بذلك أداة الإعلام التي لا زالت غير مستقلة وهي مستغلة للأخبار. فالمطلوب على ما أظن من الحكومة أن تعمل جهدا لاستقلالية هذه النافذة حتى يبلغ المجتمع المدني صوته للجميع. وشكرا. شكرا جزيلا. طب نسيم هناك. أسرع اركض حتى نربح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سعادة الوزير ونرحب به كذلك. مداخلة بسيطة جدا، وهي سؤال كالآتي: ما هي الإجراءات العملية التي تمت من جهة الحكومة تجاه مغاربة العالم في إشراكهم في اتخاذ القرارات، سواء ما يتعلق بها في الداخل أو الخارج؟ نقطة ثانية،
كذلك ما هي السبل والامكانات المتاحه لدى الحكومه لفتح المجال امام مغاربه العالم ايضا لافاده المغرب والمغاربه سواء في الداخل يعني على الخصوص مثلا ما يتعلق بالمجتمع المدني. بارك الله فيكم. شكرا. نسيم هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. معليش نعطي هو الكلمه ان شاء الله لان انا شويه ضعيف في اللغه العربيه. السلام عليكم. السلام عليكم السيد الوزير والحضور الكرام. سؤالي في الحقيقه هو في موضوع تفعيل العمل السياسي. اللي كنشوفوا انا في الراي ديالي هو الموضوع ديال اليوم، يعني كنشوف كاين واحد النقطه مهمه وهي يعني قبل ما نتحدثوا على تفعيل العمل السياسي خصنا نوجدوا واحد الارضيه فين يقدر يعني هذا العمل يتنشر وفين يقدر هذا العمل يكون في الراي ديالي. يعني ملي كنشوف انا دابا في يعني سواء في الخارج ربما يعني هو انعكاس لما كاين في المغرب. منين كنشوف يعني عندنا في المغرب كنشوف يعني انا دابا من الشمال كنشوف هذا الجو يعني اللي كيسمح باش يكون هذا التنشيط السياسي والعمل السياسي الصريح، العمل السياسي اللي ما فيه لا خوف ولا قمع اللي كان من قبل، واللي حنا يعني كنشوف كاين واحد التوافق لهذا الوقت ديك الوقت خصو يكون واحد الوقت يعني فيه خبر ما مضى كنشوف هذا مازال كاين. يعني انا الا تحدثت مثلا اللي كنشوفوها هنا في الشمال مثلا عندنا احداث يعني صارت احداث سواء في بوكيدار، صارت احداث في ماسين، صارت احداث في بني بوعياش، يعني التدخل ديال قوات الامن بواحد الطريقه يعني كتذكرك بايام السبعينات والثمانينات. يعني حنا دابا كنتحدثوا كنقولوا باللي كاين شي ثوابت يعني في اطار هذه الثوابت هذا كل واحد عنده الحق يتكلم وكل واحد ينشط. يعني وفي نفس الوقت كنشوف واحد الرجل بحال احمد عاصي كيخرج يقول بكل حريه وبكل يعني بكل وقاحه بان الرسول صلى الله عليه وسلم ارهابي ونشر الاسلام بالسيف، وفي نفس الوقت وما يعني ما كاين حتى محاسبه، ما كاين حتى يعني حتى كمتابعه. وفي نفس الوقت كنشوفوا الناس في بوكيدار ولا في ماسن اللي كيخرج يقول اللهم هذا المنكر انا اضطرت سواء في الزلزال او عندي حقوق مغصوبه، يعني كاين خبر كاين. شكرا. احمد كخلف. احمد كان طيب اخر مداخله اخت رجاء ومني ان شاء الله، ولكن ارجو في اقل من دقيقه. شكرا. سوف لا اطيل. انا غنرجع للاخ الوزير اللي ذكرتي على ان احنا مطالبين بتفعيل الدستور، وقلت ذكرت الحياه الجمعويه كما سميتها الحكامه، وفي نفس الوقت تحدثتي على الميثاق الوطني للعمل الجمعوي. هذه النقاط انا كنشوفها جميله جدا، وكنشوف الحكومه قامت بمجهود كبير باش طورت هذه الاشياء، ولكن انا اللي تفاجات فيها واحد النقطه، وراك جاوبتي على هاد النقاط حد ذاتها، على ان كيف هذا هو السؤال ديالي، كيف نرقى بالدستور وبالمجتمع وحنا المجتمع ديالنا كيعاني 40% ديال الاميه. يعني من الصعب جدا على ان الانسان يركز على هذه النقاط، وحنا كيفاش نقدروا نتحدثوا المجتمع ديالنا لا زال يعاني من الاميه ب 40%. يعني الشعوب كيف سترقى بالشعوب والشعوب تعاني من الاميه؟ يعني لا ضمن الشعوب الاوروبيه او الامريكيه او يعني حتى حربت الاميه وعاد بقاو اشياء اخرى. لذلك انا كنشوف التركيز الاولويه ديال الحكومه هي التركيز على محاربه الاميه. شكرا. شكرا جزيلا. انا في وضع اقصد على الحقيقه على الاخوان الحرمين الوقت لا يسمح له يسير وزير 20 دقيقه فارجو ان نقدر هذا الامر. نفسح الفرصه الان وكان الله في عونك. شكرا اخ الرئيس. انا غادي نكون محترف